السلام عليكم خوتي الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديدة دائما وأبدا على المنتخب الوطني الجزائري وعلى كرة القدم الجزائرية. اليوم راح نديروا تحليل على تحليل ما بعد المباراة، تحليل على تحليل بلاطو الهداف، تحليل على تحليل ماذا قاله المحللين بعد هذه المباراة. أنا درت تحليل خفيف، ما طلعش مشاهدات كبيرة. حاول التحليل يعني واحد آخر على التحليل اللي داروه في بلاطو الهداف، كل واحد واش عطى رايو، كل واحد واش هضر بطريقته الخاصة، وخاصة علي بن شيخ. إنسان اللي هضر بصريح العبارة وقال باسكو شوف في هاد الدنيا هذه يقول لك ولا راك حاب تيري على صاحبك بفليشة اغطس راسها في العسل. كاين امور انتقاديه، شغل انتقاد بناء، وكاين انتقاد هدام، نكونوا داكور. انت كي تنتقد بهذيك الطريقه شويه اغريسيف كما نقولوا بصالح العباره. على كل حال عقليته بن شيخ هكذا ماشي قصدو يعطاكي ولا. قال وسط الميدان ما كانش كاع. الحاجه الاولى قال لك الوسط الميدان اللي ما كانش كاع حاضر بالناصر والفتيه البوا، هذه وحده. ثانيا عابيل اللي ما لازمش يحضروا، وهو باين عليه من كان على رياض محرز وعلى عيسى موندي. قال لك سي بون راهم روترات لازم يخرجوا. هضروا له على بالرحمه. صراحه انا واحد من الناس اللي شفت بالرحمه على انه بدا شويه يرفع المستوى تاعو. شفناه حب يدير عفايس، شفناه كريا دي زوكازيون اللي ما كانش معاه الحظ باش يجسدها الى اهداف. قال باللي كان يقربع في باطل، كان يجري ويدير في باطل، ما دار حتى حاجه يعني بصالح العباره. ولكن كما يقولوا الام شجعته بكلمه صغيره انك راك مليح كمل فيها. لكن علي بن شيخ كان عنده راي اخر وتكلم بصالح العباره. قال لك بالنسبه لي ما قنعنيش صراحه. في وسط الميدان كاين لاعبين في البطوله الوطنيه احسن من زروقي والباقيه صراحه. عوار اللي سجل هدف انا تكلمت عليه قبل تحليل عوار وقلت لكم باللي عوار صراحه ما قنعنيش انايا صراحه. ولكن يبقى عوار عنده بعض الامكانيات اللي يقدر يمدها في المستقبل، باسكو كنا نعرفوا نسخه اولمبيك ليون. عوار نسخه اولمبيك ليون، تسمع على بالنا هذا اللاعب هذا ماشي بين ليله وضحاها يولي ما يعرفش يلعب. دونك كاينه حاجه، دونك كاين في حاجه راح تتطور وراح تخرج في المستقبل القريب او البعيد باذن الله تعالى، ومازال صغير. دونك بالك باذن الله يطرطق. علي بن شيخ قال لك ما قنعوش وما راح يقنعوا. دونك كاين لاعبين في البطوله الوطنيه. قال لك كاين زوج نوادي جزائريه عاصميه عندهم وسط ميدان رائع. قال لك انا ماشي ماناجر باش ندير بيبليسيتي لهاد اللاعبين، ولكن كاين اثنين من اللاعبين هنايا في الجزائر، بلوتو اثنين من النوادي هنا في الجزائر عندهم لاعبين في الوسط ممتازين. انا نظن كان يقصد مولوديه والسي ار بي بيان سور، ولا بارادو باسكو هو يحب بارادو. دونك على كل حال كانت هذا تحليل على تحليل بلاطو الهداف، والاراء اللي بدوها صراحه يعني هي اغريسيف مارغري فيها بعض الحقائق. ولكن كما قلت لكم ولا راك حاب تيري على صاحبك بفليشه اغطس راسها بالعسل. يعني بقى شويه لبقه. لو كان زعما يعني انسان مواطن عادي دار فيديو وهضر، لو كان نهضر انايا زعما كناقد يعني عادي نقولوا يعني عادي نورمال ماشي مشكل. ولكن انت في التلفاز يشوفوك ملايين الناس وتنتقد بهذيك الطريقه شويه اغريسيف. لو كان يطلع يهبطوا شويه الريتم تبقى في مباراه في كره القدم باش ما يتجرحوش الناس. هذا ما كان. خوتي العزاز، وصلنا جزء لافات على فيديو تاع اليوم، جيسبر تكون عجبتكم. ورأيي هذا هو على التحليل. درت تحليل على تحليل ما قالوه في البلاطو والرد على ما قالوه في البلاطو. هذا ما كان خوتي. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. طالوا لي في رواحكم. السلام عليكم.